سفاح التجمع. في أحد أحياء القاهرة الراقية، وتحديدا في منطقة التجمع الخامس، بدأت خيوط قصة غامضة ومروعة تهز المجتمع المصري. شاب في العشرينيات من عمره يدعى عبد الرحمن، كان يعيش حياة مزدوجة لم يكن أقرب الناس إليه يعلمون عنها شيئا. بدا هادئا ومهذبا من الخارج، لكنه كان يخفي بداخله وجها آخر، وجه قاتل. كان عبد الرحمن يستدرج ضحاياه، وغالبا من الفتيات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يظهر بمظهر الشاب المؤدب، ويعد بالحب أو بفرص عمل مغرية حتى يتمكن من كسب ثقتهن، ثم يستدرجهن إلى شقة في التجمع الخامس. وهناك تنقلب الأمور رأسا على عقب. في إحدى الليل، تم العثور على جثة فتاة داخل شقة فاخرة، وعليها آثار عنف شديد. بدأت الشرطة التحقيق، وسرعان ما تكشفت التفاصيل. كاميرات المراقبة رصدت دخول الفتاة مع عبد الرحمن دون أن تسجل خروجها، وبعد تتبع الهاتف ومراجعة المحادثات، بدأت ملامح الحقيقة تظهر. ولم تكن تلك الجريمة الأولى. تبين أن الشاب متورط في عدة جرائم مشابهة، بعضها ما زالت الشرطة تشتبه به، وبعضها اعترف به أثناء التحقيق. كانت جرائمه تتسم بالذكاء الإجرامي والبرود العاطفي، مما جعل القصة أكثر رعبا وأثار ذعر الناس. ألقي القبض عليه، وشهد الرأي العام صدمة كبيرة، إذ لم يكن أحد يتوقع أن شابا بهذه الهيئة يمكن أن يكون سفاح التجمع كما أطلقت عليه وسائل الإعلام. أثارت القصة موجة من الغضب والمطالبات بالحذر، وكشفت كيف يمكن للواجهة الإلكترونية أن تخفي خلفها أخطر الشخصيات. وهكذا انتهت قصة السفاح في أروقة النيابة، لكن صداها لا يزال يتردد في نفوس كل من سمعها. وتحول عبد الرحمن إلى رمز للتحذير من الثقة العمياء بالغرباء مهما بدوا طبيعيين.